حماية العلم الوطني التونسي. إذا نعود سي الصادق بعجالة. البطولة العربية الخامسة، 7 دول مشاركة، عدد متميز من المشاركين. ربما رهان على تونس في هذه الفترة تنظيم بطولة عربية. والله هو ساعة 8 دول مشاركين بالضبط. وأيضا تونس الدولة الثامنة. تونس الدولة الثامنة صحيح. وأيضا عندنا دولة السويد هنا متواجدة بعروض فنية وبخبير دولي، معناها عندنا 9 دول هنا حاضرين الوقت الحاضر. بالضبط. إذا لكن الجديد على مستوى ربما كثافة الأعداد المشاركين بالنسبة للرياضيين. صحيح. أول حاجة احنا باركنا الدول الجديدة بدأت تدخل الاتحاد العربي. شفت اليمن معنا رغم الظروف الصعبة وصلوا لهنا بزوز لاعبين رغم الظروف الصعبة ووصلوا لهنا، وعدد اللاعبين اليوم وصلوا تقريبا 120 لاعب ولاعبة. ودخلنا أيضا صنف الأواسط اللي هو لأول مرة بنات وذكور. بالضبط. إذا الدول المشاركة في هذه البطولة العربية نلقاو تونس البلد المنظم، العراق، لبنان، اليمن، الإمارات، ليبيا، الجزائر، والسويد ممثلة في البطل العالمي الحزام الأسود درجة 5. صحيح، يعطيك الصحة. بالضبط. إذا سننطلق في هذه النهائيات بنهائيات الفتيات. والنهائي الأول فتيات في وزن أقل من 55 كيلوغرام، ويجمع بين تونسية وتونسية، أميرة العكاري من تونس ومحبوبة الذويمير كذلك من تونس. أميرة العكاري هي رقم 101 باش نلقاوها في ومحبوبة الذويمير ستكون تحمل الرقم 103. البرنامج في انتظار انطلاق النهائي الأول. إذا باش ننطلقوا بنهائيات الفتيات أقل من 60 كيلوغرام كذلك باش نلقاو منى المهذبي من تونس وفدوى الخميري، وفي وزن أكثر من 60 كيلوغرام باش نلقاو فاطمة طويلة وعائشة الحجلي، وأقل من 60 كيلوغرام مرمر الدرغوتي أميرة الرحال من تونس. ملاحظة سي صدق سيطرة في الفتيات التونسيات في النهائيات. صحيح. الفتيات التونسية المرة هذه متفوقين على أشقاء العرب بعدد كبير، وحتى بالنتائج نشوف ثم 3 نهائيات في الأكابر اللي هو معناها باش يكونوا 3 معناها بين التوانسة في الأدوار النهائية، وحتى في الأصاغر أيضا كانوا متفوقين، رغم أن العراق جابت عدد 6 بنات منها، ولبنان بنت برك، وهكاك معناها التوانسة تفوقوا بصفة معناها ظاهرة، وخلانا اللي هما العرب قاعدين في شقها العرب معناها تحمسوا للعنصر الغير ما عطوش ربما في الفارس اهميه كبيره، لانه كان في البطوله العربيه في الكيكاي كانت مقتصره على الرجال برك، ولكن في البطوله العربيه الثالثه منذ 4 سنوات صادفتهم بالعنصر النسائي وقبله هو الهذاك. إذا لو تسمح في السابق انطلاق النهائي الأول أمامنا أميرة العكاري ومحبوبة خويمير من تونس. هذا النهائي الأول. للمشاهدين الكرام الصدق اللي تابعوا فينا الآن ربما ما عندهمش فكرة على الكيوكي شينكاي كاراتيه. قانون هذه اللعبة لعبة منضبطة محدودة القوانين وبصرامة كذلك. صحيح. هو شفت القانون كما قلت في الجمال اللي هو باليد ممنوع باش تضرب في الوجه، وبالرجل لك الحق معناها في اختيار المكان المناسب للصالح، معناها كل الجهات مسموحة، لكن باليد تضرب إلا في الصدر وفي البطن فقط. بالضبط. المباراة تدوم 3 دقائق. صحيح. في صورة التعادل نمر للجولة الثانية دقيقتين. التعادل نمر للميزان، وهذا ربما فيها توضيح أنه اللي أقل من 5 كيلوغرامات هو يفوز بالمباراة. صحيح. بالنسبة اللي هو في الوزن لو يكون يلعبوا مثلا أقل من 70 كيلوغرام بيكون فارق معناها 5 كيلوغرام، اللي هو يلعب مثلا 71 والاخر يلعب 79، معناها اللي يلعب 71 وعمل تعادل في زوز روندات معناها يولي هو له الحق في الانتصار بعد الحصه الاضافيه الثانيه، وهكاك معناها نقولوا احنا يربح بالميزان. هذه شو معناها؟ لانه يعتبر ميزانه اقل من المنافس نتاعو، وعمل معاه زوز روندات وتعادل معاه وبالرغم من نقطه الميزان. وكذلك في صوره التعادل في الميزان نمر الى تكسير، ما يسمى بالتكسير. صحيح. واذا كان الميزان متعادلين معناها ماش فارق 5 كيلوغرام اللي هو للرجال وللبنات عملناه 3 كيلوغرام فقط،
يكون هذه عمليه تكسير عملناها البارح، اللي هي التكسير الاجباري نسموه، اللي هما يعملوا لوح، معناها يجي تنظموا الاتحاد العربي، وهذا تكسير اللوح اجباري، مش لوح معناها راهو مدلس ولا هكا، معناها لوح صحيح، وكل واحد عنده 4 لكمات يضرب فيها، والاربعه يجملوا له كل قداش كسر باللوحه في المجموعه الكل. واذا كان هذا البارح، واذا كان اليوم معناها تعادلوا حتى في الميزان متعادلين ورجول رودات متعادلين، معناها يشوفوا البارح قديش كل واحد كسر من اللوحه، معناها ما يعرفش روحه، معناها هذا هو عمل نقاط البارح من غير ما يعرف روحه ويستعملهم ام لا. إذا المباراة الأولى انتهت بنتيجة، إذا قرارات الحكم تستدق. شوف فيه علم احمر نلقاو علم أحمر وعلم أبيض، علم أحمر وعلم أبيض. هنا عمل الحكم تعادل لانه فيه زوز عملوا ابيض وزوز احمر، معناها يكون التعادل. يحسم الحكم الرئيسي في النتيجة هذه. اي الحكم الرئيسي هو له القرار في الاخير، اذا كان عملوا هما 4 شفت حكم زاويه نسموهم جوج، اذا كان زوز خذاو عطاو الاحمر وزوز الابيض، معناها الحكم الرئيسي له الحق اين يتجه، للابيض او للاحمر. هنا يظل اتجاه للتعادل. هنا اتجاه للتعادل، لانه يقول لك خلينا نعطي فرصه اخرى للاعبين علاش نسرعوا باذن الله هكاك، وهذا صحيح معناها قرار صحيح. وهذا الاهم ربما هو انك اعطاه فرصه دائما نعطيه فرصه اكثر ما يمكن. هاك شفت معناها حتى ثم التعادل، ثم حصص اضافيه، ثم الميزان، ثم التكسير، ولو حتى في التكسير تعادل يا جمال، احنا ما كملناش، حتى لو فما تعادل في التكسير تكون حصه اخرى اضافيه اخيره، واذا ما فماش تعادل يولي معناها الحكم الرئيسي لابد باش يعطي يسمى بالجوله الثالثه والاخيره. فعلا. اذا نعود الى سموها بالفرنسيه ديسيزيون اوبليغاتوار. في الجوله هذيك لابد من حسم. لازم حسم. لابد من حسم. اذا نعود الى المباراه اللي نشاهدوا فيها الان، واللي تجمع اميره العكاري ومحبوبه منير من تونس وثنائي من تونس، وربما المنافسه وفما ربما عامل اللياقه هنا نتاع اميره عكاري ظاهره تسابق في هذه المباراه الاولى، مع ربما انخفاض النسق بالنسبه لمحبوبه كوينير. نحن الان نلعب في الجوله الثانيه وتدوم دقيقتان. يتدخل الحكم الرئيسي امامنا اميره عكاري. هذه هي الإعادة، شكرا للزملاء التقنيين. ربما إصابة غير قانونية تستدق. صحيح طبعا، هما عندما يضربوا في الوجه معناها يولي ياخذ انذار، واذا كانت تواصلت الانذار مثلا يعمل 3 انذارات معناها بامكانه ان يخسر نقاط مهمه، وعندما يوفى الوقت يولي معناها الاخر المنافس يربح معناها اوتوماتيكيا. بالضبط. وربما تحصلت على الانذار الاول الذي نقوله محبوبه خوينير. هما زوز روندات يظهروا قصارى جمال لما فهمت الله. هذا الان النتيجه النهائيه. الان شوف الاحمر بالاجماع فعلا انتصار اميره العكاري. اميره العكاري من تونس، والاخرى ايضا من تونس. والحكم الوسط تشوف معناها عندنا حكم الوسط من العراق، عندنا حكم زاويه من الجزائر، عندنا حكم زاويه ايضا من الجزائر، وعندنا زوز من تونس رباع عياد. علاش بالنسبه للتحكيم اولا هذا النهائي الثاني اقل من 60 كيلوغرام، امامنا سينطلق النهائي الثاني بين منال مهدبي من تونس وفدوى الخميلي كذلك من تونس. نشاهدوا ب5 حكام في السادة في الكيوكوشينكاي، يعني قانون هيلزم 5 حكام. 5 حكام، ونشوف معناها كل زاويه ثم حكم زاويه يسمى وحكم رئيسي، ولا هذا موجود في اكثر رياضات النزال، في الجودو، في الكاراتيه التقليدي، في الكونغ فو، في التايكوندو، في عديد من الرياضات النزال يكون عدد كبير من الزاويه وحكم وسط. تعرف هنا هذه معركه فهمت ولا، والحركات سريعه، ولذا معناها لابد من اكثر عدد من الحكام، وكل حكم له دور كبير جدا وله ايضا مهمه حتى في القرار. ربما للتقليل من هامش الخطا، وصحيح ايضا لمراقبه ايضا الاخطاء، ومراقبه معناها هذه ايضا نجم نقولوا لحمايه اللاعب. اي بالضبط. يعني حتى بيكونش لاعب معناها يعمل خطا، حتى يكون يفطنوا ليه، هو حتى ربما للاشاره فقط، حتى في الرياضات الجماعيه كرة القدم يعني ماشيين في اتجاه تكثير من الحكام، يعني حكم واحد ما عادش قادر على الحسم في مباراة.
أصبح ربما الاستنجاد بحكم آخر ربما للتقليل من هامش الخطأ، خاصة في ربما في فترات المباراة ربما تقوى، لابد يكون فما أكثر قرار، ويبقى ديما الحكم الرئيسي هو صاحب القرار النهائي في صحيح الموضوع. كيف قلت جمال الرياضات الجماعيه ايضا قاعدين يكثروا في الحكام كيف انت قلت كره القدم وايضا كره اليد. أكيد. فهمتني لا الحكام وصارت اخطاء اكدت انه حكم وحده ماهوش قادر باش يسيطر على مباراه صحيح. كامله معناها من البدايه للنهايه. وزياده على الحكام الخمسه حكام هنا ثم لجنه الحكام تراقب ايضا الحكام هذا الكل. لجنه الان في ترأسها 4 و5، وهنا هذه تسمى اللجنه العليا للتحكيم. حتى لو هما عجزوا هذم الخمسه معناها يلتجئ مباشره الى اللجنه اللي هي عندها القرار النهائي. وهناك حاضر اللجنه العليا للتحكيم اللي هو انا الاتحاد العربي هو رئيس اللجنه الفنيه العليا. معناها معايا بعض الاخوان من الاشقاء العرب ونكونوا متواجدين غاديك باش احنا نراقبوا ايضا المقابله وهكاك فهمت لا يكون معناها ثم عدد عادة لاهم لقطات مباراه منى المهذبي وفدوى الخميري و التعادل يحصل بين الاثنين، ونمر الى الجوله الثانيه. هذه اعاده متعادله ربما فعلا تظهر التعادل بين الزوز اللاعبات. الجولة الثانية شفت معناها بالرجل عندها الحق تضرب في أي مكان معناها تستطيع أن تضرب حتى في الوجه وفي الرأس، لكن باليد ممنوع تضرب إلا في الصدر. وأشوف حتى البنات عندهم وقايات الصدر، عندها أيضا وقاية الأسنان، عندها ايضا معناها محميه. واشوف عندنا عدد كبير من الحكام 3 اطباء متواجدين عندنا. معناها البارح صار تقريبا 70 مقابله، وحتى واحد من جهه معناها الناس حقنا باش يمشي للمستشفى ويزور المستشفى اليوم كلهم 70 متواجدين هنا لاباس عليهم معناها ما صار حتى شيء. معناها سيدي كاراتيه فول كونتاكت، لكن رغم هذا ما فيش حتى اصابه خطيره. يعني بالمحصله فيه نسبه كبيره من الانضباط ومقيد بقوانين يعني صارمه. وكما قلت قبيلة الصادق انه اللاعب او المصارع او المصارعة اللي يتجاوز القانون يكون مهدد بالانذار وربما بالاقصاء. اقصاء مباشر هنا معناها ال 70 مقابله اللي عملناها من البارح تقريبا ما فيش حتى واحد ناقش الحكم في اي قرار. هنا معناها في قانون اللعبه الكيكوشينكاي معناها يمنع منعا باتا باش تكلم الحكم اي حكم كان يمنع بالضبط. اي كلمه تقولها تاخذ انذار، كلمه ثانيه تاخذ انذار ثاني، الكلمه الثالثه تخرج مباشره الامتثال. ولذا معناها احنا في بطوله عالميه جمال معناها تكون 120 دوله. تصور قداش من مقابلات وما فيش معناها حتى واحد معناها ما تشوف حتى مره حتى واحد معناها يناقش اي حكم ولا هذا. هو ربما لو نرجع لكلمه الكيوكوشينكاي هي الحقيقه القصوى معناها فعلا معناها التسمية ربما غريبة، لكن في مصطلحاتها لو كان نترجموها للغتنا العربية تلقاها فعلا هي رياضة الانضباط، رياضة الامتثال مهما كانت النتيجة. وهنا فما ما اللي يرموه في الصادق اللي يرموه الحكم في يد الحكم هذا ربما الإعلان عن نهاية المباراة. الكيس العجيب في الكيوكوشينكاي يقولوا له لو ساك دو بوشيش بالفرنسويه. أيوة. اللي هم يعبوه بالحمص. أيوة. وبعدها الكيس هذا يرميه ثم اللي هو لاهي بالكرونو ولاهي بالجرس. هو واحد ايضا مختص وكل يصير الوقت ويزفر الشخص اللي هو الحكم الوسط يبدا مشهور. انا سامعني الصادق مرينا للميزان كما كنا اشرنا قبيله تعادل. بعد التعادل الاول والتعادل الثاني نمر للميزان. هذا هو الميزان. أيوة. بالضبط. ربما تطبيق اللي كنا نحكيو فيه 3 كيلوغرام بالنسبه للنساء و5 كيلوغرام للرجال. هذه إعادة لأهم لقطات الجولة الثانية، والمستوى متقارب بين منى المهذبي وفدوى الخميري. أمامنا منى المهذبي رقم 202. الميزان لمن سيفصل الميزان هذا. إذا ننتظر القرار. قلنا بالنسبة للفتيات أقل 3 كيلوغرامات والفتيان 5 كيلوغرامات. معناها شفت الابيض اللي هي الخميري بالضبط هي اللي فازت. أيوة بالميزان في فرق اكثر من 3 كيلوغرام ولذا هي تفوز. تعتبر فايزه بالميزان بعد التعادل وحصص اضافيه.
ربما في كرة القدم ثم ضربة الجزاء، هنا احنا عندنا الميزان والتقصير. بالضبط. يعني ضربة جزاء وقت في المباراة متعادلة تقصد ها؟ بالضبط. إذا النهائي الثالث في وزن أكثر من 60 كيلوغرام أمامنا. فاطمة طويلة رقم 301 نشاهدوا فيها اللي بدات بقوة في المباراة هذه، وعائشة الحجعلي رقم 303 فوق البساط، وبداية طيبة للزوز متباريات. ثم تنويع في العمليات سواء بالرجل أو باليد من الزوز متباريات. أمامنا تنويع في العمليات بالرجل باليد. ربما بدايتك يبدأ نسق مرتفع الصادق، ربما يخلينا نقولوا أنها مباراة ربما باش تمشي أكثر للجولة الثانية ربما. اي صحيح، لانه طبعا هم المترشحين هذوما للدور النهائي، هم المتألقات وهم الممتازين، وشفت حتى قد ما المستوى يعلى قد ما الجروح الاصابات تنقص. اكيد معناها تشوف في ساعات في بعض الاحيان بطولات عالميه تلعبوا 50 60 مقابله حتى واحد ما يتجرح، لكن فما شكون خسر، فما شكون ربح في، وفما حتى ضربات بالضربه القاضيه، لكن في ساعه يخرجوا يرجعوا لا يتيحوا ويقوموا يرجعوا لبس عليهم. وفي نهايه الامر الرياضات هذه تعتمد بالاساس على الصبر وعلى القوه. صحيح، متحضرين هما اكثر اللاعبين جمال كيف قلت. الصبر هما التحضير النفسي والبدني اللي هو يخلي معناها اللاعب جاهز لكل شيء، معناها للكم وللصد ايضا لحمايه نفسه بكل اللي هو يدرب عليها منذ سنوات. انهم ما يلعبوش معناها في بطولات دوليه، اللي هو تدرب سنه او سنتين، هذا ما اقل شيء عندهم 15 سنه تدريب وعندهم تجارب في بطولات وطنيه يلعبوا لمده طويله، وبعدها يدخلوا الى بطولات العربيه، بطولات الافريقيه، وبعدها معناها ربما في بطوله عالميه نختار واحد من تونس، نختاروا 3 أو 4 اشخاص اللي هم المتالقين، ولذلك المستوى يكون عالي جدا. معناها في بطولات العالم يكون واحد عنده 15 20 سنه تجربه اقل شيء، وفيه حتى المحترفين. إذا أمامنا مباراة أكثر من 60 كيلوغرام مفتوح بين فاطمة طويلة من تونس وعائشة الحجعلي في جولتها الأولى ونهاية المباراة. كما قلنا رينا الكيس اللي يقع رميه من طرف الحكم نهاية الروندا، نهاية الجولة الأولى. إذا ننتظر قرار الحكام، وهذه إعادة لأهم اللقطات، وفعلا كلهم يختاروا التعادل. وسنمر الى الجوله الثانيه بدقيقتين. شفت الحكم الوسط يعمل لهم هيك بصبعه، معناها راهم فما دقيقتين. هذا اذا كان في البرنامج هو النهائي الاخير فتيات. صحيح، النهائي الاخير بالنسبه للفتيات. بعد نمشيو النهائي اقل من 60 كيلوغرام رجال، وبعد للعروض الاستعراضيه. ونعود لنهائيات الرجال. ثم التتويجات. برنامج ثري. ندعو الساده المشاهدين بالطبيعه باش يقعدوا معنا باش يكتشفوا هذه الرياضه المنضبطه صحه العباره. الرياضه القتاليه الكيوكيشينكاي كاراتيه في هذا الصباح على الوطنيه الاولى في مبادره طيبه صراحه. كنا قبل صدق نشاهدوا في الرياضه على القنوات العالميه، نقولوا علاش لا الرياضه ما تعداش في الصباح، والحمد لله الرياضه موجوده. والله يا جمال نحب نقول لك، سامحني يا جمال، هذه اول مره معناها نقل مباشر شفته لهنا في الرياضه بتاعنا. طبعا احنا 15 سنه ننشطوا، والحمد لله اخيرا الحمد لله كانت ندوه صحفيه في القناه الوطنيه مباشره، وتنقلت ايضا هذه مباشره. والله هذه تسمى ثوره بالنسبه للاعلاميه ايضا، والحمد لله. ونحب نشكر الاخوان الكل اللي ساهموا في هذه، وان شاء الله معناها يا رب ان شاء الله تتواصل رياضات النزال. هذا هو التوجه الجديد للوطنيه الاولى، الانفتاح على كل الرياضات دون استثناء، اعطاء الفرصه لكل الرياضات دون استثناء. وما دام المشاركه باسم تونس، ما دام التألق باسم تونس، نحن في حاجه للنجاحات، في حاجه للتألق في هذه الفتره اللي الجميله اللي تمر بها بلادنا. لذلك توجه ممتاز اكيد ان شاء الله. عنات الرياضات الفرديه جمال لو تسمح سامحني، عنات الرياضات الفرديه كما الكيوكوشينكاي والكاراتيه والجودو والتايكوندو، هذوما رياضات النزال اللي هما عندنا 8 جامعات جمال، تقريبا 200,000 منخرط في هذه الجامعات. والله صعب باش نلقاو سبونسرينج، لانه احنا ما تعدوش في التلفزيون مباشر، ولذلك كنا نعانيو في مشاكل ماديه كبيره. والان ان شاء الله تتنحى لنا المشاكل ان شاء الله. كما هذا حدث كبير للكيوكوشينكاي، حتى الاخوان العرب معناها فرحوا
وفرحانين ومبسوطين كما يقولوا هما على أكيد. هذا لا الحدث. فعلا توجه طيب وإن شاء الله يدعم من خلال الرياضات الأخرى، ودائما نقولها ولكن إن شاء الله باش نمر بالتطبيق أنه دائما التألق والنجاحات يكون دائما بإمضاء الرياضات الفردية في كل المناسبات الكبرى، سواء البطولات العالمية أو الألعاب الأولمبية. دائما تألق تونس يكون دائما بإمضاء الرياضات الفردية، سواء سباحة، جودو، كاراتيه، كيوكوشينكاي على المستوى العربي والعالمي. دائما صراحة تونس تألقها يكون دائما بإمضاء الرياضات الفردية، وعلاش لا الرياضات الفردية تاخذ فرصتها، وربما قادرة أنها تتألق وقادرة أنها باش تنجح في كل المحافل الدولية والعربية. شفت أن التجوا للميزان يا جمال؟ أكيد، وهذه المرة الثانية سنلتجئ للميزان. شفت الميزان عنده دور كبير، عنده كبير برشا الميزان، هذا معناها وإذا انتصرت اللي هي بالأحمر فعلا فاطمة طويلة اللي هي انتصرت بالميزان اللي إعادة لأهم وتحية للزوز الرياضيات. إذا انتهاء النهائي الثالث فتيات بانتصار فاطمة طويلة. مبروك فاطمة. مبروك فاطمة. معنا فاطمة طويلة في المباشر. التجأنا للميزان فاطمة لتأكيد الانتصار. نعم. كيفاش كانت المباراة مع عايشة حاج علي؟ تونسية تعرفوا بعضكم، ربما يخلي صعب المباراة أكثر على الزوزة. أي صحيح، ومنافستي عايشة كانت قوية والحمد لله ربي أنصرنا الحمد لله، والكل بعد تعب كبير برشا، تعب الممرنين معانا الحمد لله، وذا الكل نتيجة تعب تاع الناس كل تاع الفريق تاع عين باش نكاين تونسية الكل. ربما كي نوصلوا للميزان فاطمة تخاف، ربما تقول كي نخسر بالميزان ربما مؤلمة أكثر من اللي تخسر على البساط. أكيد أكيد. مبروك فاطمة مرة أخرى، إن شاء الله مزيد من التألق. شكرا لك. شكرا فاطمة، شكرا. إذا نعود إلى النهائيات ونهائي، نمر الآن إلى نهائي الفتيان. إذا سننتقل إلى نهائي الفتيان أقل من 60 كيلوغرام. مرمر الدرغوثي من تونس وأمير الرحال إذا سننتقل الآن بعد انتهاء نهائيات الفتيات إلى نهائي، نبدأ بنهائيات نهائيات الفتيان والذكور. نهائي عراقي في وزن أقل من 60 كيلوغرام. حسين عمار عدنان من العراق وحيدر ليث فاضل من العراق. وبعد شكرنا لسي صادق كوكا اللي رافقنا في الجزء الأول من هذا النقل المباشر، يلتحق الآن في تحليل هذه النهائيات مدرب المنتخب العراقي. مرحبا بك. وبك يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا وسهلا. اذا سننتقل الان قبل نهائي الفتيان الى الاستعراضات. ربما تغيير
غير جزئي في البرمجة، لكن سنبقى دائما في الكيوكي شينكاي والاستعراضات بين نهائي الفتيان ونهائي الفتيات. وسننطلق باستعراض أشبال الكيوكي شينكاي في هذه حفل البطولة العربية للكيوكي شينكاي كاراتيه هنا من القاعة الأولمبية بسوسة. والاستعراضات تتطلب التركيز والهدوء أستاذ. طبعا هي تعبر عن مستوى التدريب اللي وصلوا له الفرق الرياضية أو اللاعبين من خلال التدريب والممارسة اللي هي خلال يعني فترة طويلة. وهؤلاء الأشبال على فكرة هم النواة الحقيقية لأي اتحاد وطني ممكن أن يكون له مقومات النجاح. هم بالحقيقة أساس والقاعدة الرئيسية للكيوكي شينكاي بأي دولة من الدول. ومثل ما نشوف في تونس في اهتمام كبير جدا يعني بهذه الفئات، والاتحاد العربي إن شاء الله يعني مقبل على إقامة بطولة عربية خاصة للصغار خلال إن شاء الله الفترات القادمة بإذن الله. شكرا أستاذ عمار عدنان وهيب مدرب المنتخب العراقي رئيس الاتحاد العراقي. والاستعراضات نبدأ باستعراضات الفتيان. هنا الاستعراضات توضح لك بعض الأساسيات الخاصة بفنون الكاراتيه الكيوكي شينكاي، فنون الدفاع عن النفس. هذه الأساسيات هي الآن يستعرضون عمليات الدفاع ضد الضربات التي تأتي من الأعلى. هنا أيضا استعراض إلى بعض الرقصات الفنية اللي تحتويها لعبة الكيوكي شينكاي كاراتيه. وهنا نلاحظ القتال الوهمي اللي يعتبر من أساس